ازيكم متابعين الحلوين، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بما اننا بقى في ايام مدارس وكده، وربنا يكرم ولي الامور كلهم وعيالهم ينجحوا. انا عندي ابن كبير في سنه رابعه ابتدائي، ازهري مش عام، فنجح النهارده وجبت له الشهاده بتاعته. فحبيت افرق له شربات، فقلت يعني مبسوطه اخليكم تنبسطوا معايا. يعني معايا هنا زي ما انتم شايفين كده طبق بلاستيك مليان ميه وحط فيه تلج عشان الشربات بتاعي يكون ساقع، ومعايا سكر، ومعايا شربات ورد. فهنجهز، يلا بينا بقى. ويا رب ولي الامور كلهم اولادهم ينجحوا ويطمنوا على اولادهم كده زي ما انا ابني نجح كده. ومبسوطه له جدا، يعني ان هو ازهري بسم الله ما شاء الله، وما فاضلهوش الا 45 درجه ويجيب درجه نهائيه، واخد جيد جدا الحمد لله. يعني تعبي ما راحش على الفاضي. يلا بينا نبدا بسم الله. ويا ريت لو اول مره تشوفوني تشتركوا في قناتي بقى كده، وخليها تكبر بيكم يا حبايبي. جمهورنا الجميل، بصوا هننزل كده طبعا بالشربات. طبعا انتوا عارفين ان الشربات بيتخف. بصوا ماشي. يلا بصوا كده شايفين، انا جايبه ازاز ميه من الصغيره دي عشان اعبي فيها، والولاد ينزلوا يفرقوا على الجيران وحبايبنا كده، واللي يجيبوا لنا عشان نفضل نعمل فيها، عشان احنا عاملين كميه اللهم بارك، عشان احنا اول سنه محمد يمتحن كده ويجيب لنا درجات حلوه. عقبال كل سنه يا رب. بصوا الناس اللي بتقول الازهري تقيل، قسما بالله بسم الله ما شاء الله، ابن اللهم بارك. يا رب تشوفوا اولادكم زيه زي العسل منه، عقبال ما يشوفوا دكتور قد الدنيا يا رب، وتشوفوا اولادكم زيه كده. انا مدخله اولادي الاثنين ازهري، واحد في رابعه واحد في ثالثه، وسماح هخش سنه اولى السنه دي ان شاء الله، يعني السنه الجايه مع الاطفال اللي هيخشوا برضه ازهر. مفيش احسن من ازهري يا حبايبنا. كفايه ان هو يعني بيعلم عيالكم يعني كتاب ربنا. احنا بقى كده بنشوف الاول سكره طلع تمام ماشي. لسه عايز سكر. ريحه الورد يا حبايبنا، بصوا يعني فعلا الشربات ده احنا ما شفناهوش من زمان، حاجه كده بجد تحفه وريحته جميله جدا. بصوا هننزل كده، خلي اللي ياخد شويه يدعي له كده دعوه حلوه، عقبال ما تفرحوا بولادكم يا رب جميعا كده. وادعوا لي كده ربنا يشفي لي سماح وساجده، ويشفي لي ساجده تسمع وتتكلم. ودعواتكم لينا كده يا حبايبنا، احبكم في الله. حماده شوف كده الحنفيه لو مفتوحه اقفلها في الحمام يا حبيبي. محمد كان ورانا دي كوره، ما رضيتش اخليه يروح النادي عشان مبسوط جدا وفرحانه. وخليته بيروح عشان يوزع الشربات بنفسه على الناس كده، وان هو بيبقى مبسوط كده ويوزع، وان هو نجح كده ومبسوط بنجاحه. انا النهارده كان عندي سوق، ما رضيتش اروح السوق الا لما اجيب له الشهاده. مبسوطه جدا ان هو نجح وفرحانه جدا، وانا اللي حبيت اخد الشهاده بايدي، ما استنيتش نجيبها لي. في الترم الاولاني كان فاضل له 13 درجه، الترم الثاني ده فاضل له 45 درجه. مش وحش بالنسبه لان هو ازهري. ابني واخد 7 ايام امتحانات، العام واخد لنا 4 ايام بس، وكانوا بيقعدوا يوم ويوم. لا انا ابني كان بيروح كل يوم الحمد لله، يعني مجموع كده ده المدرسين كلهم بيقولوا بسم الله ما شاء الله ممتاز يعني. هنعدي هنا الشفشة ونفضل الشفشة في الأزايز كده. انت اصلا كانت حلوه بتاع اسمها دي. ده محمد، قول لهم ازيكم عاملين ايه، سلم على الجمهور بتاعنا. تعالى هات لنا طبق نحط فيه كده يا محمد الكبشة بصوا هنعبيه هنا. الكاميرا بس كبير يبقى دي كده بس كده.
بصوا ده شكله اهو بعد ما عبيناه وجهزناه في ميه ساقعه وجميل. هنبعته لكل بيت كده ازازه وعشان نرضي الجيران كلها عشان محدش يزعل مننا. بصوا يلا كده كل سنة وانت طيبة. لا قول لها انا نجحت يلا عشان انا نجحت حلاوه نجاح. بصوا احنا لقينا الكبشه تاخد وقت فاحنا كده كده غاسلين الشفشه وكل حاجاتنا نضيفه غسل الازاز دي كلها قبل ما ابعت فيها لحد عشان تبقى حاجه يعني حاجه نضيفه ما ببعتش وخلاص. عقبال يا رب اللي عيالها لسه صغيرين يكبروا كده ويتعلموا ونشوفهم قدام حاجه كويسه. عقبال اطفالكم جميعا. شايفين شكله وجماله. بصوا معلش يا والله الكاميرا ظلمه لان انا ما الاضاءه مش حلوه قوي في المطبخ. بس شكله جميل ازاي. دعواتكم ليهم بقى يا حبايبنا كده اتعلم كده بقى دكتور قد الدنيا. نفسي ابني حياتي يبقى دكتور او مهندس كده وان شاء الله ربنا يحقق لي كل اللي انا بتمناه ليهم. يا ريت اللي بيتابعنا يكتب لنا بيتابعنا من انهي بلد وقولوا لنا كده رايكم في الكومنتات كده ولايكوا الجميل كده ما تنسوش يعني تتكوا على الكومنت كده تكتبوا لنا كومنت حلو ولايك كده جميل زيكم كده. شجعوا عيالكم كده عشان العيل يشطر ان هو السنه الجايه ان شاء الله لما يخش يشطر اكتر. لو الطفل خايف هيشطر طبيعته اكتر احسن من كده بكتير. الصوت هي كده بسم الله ما شاء الله. شايفين الكميه اللهم بارك انا عماله اوزع. فدلوقتي بقى لسه هعمل تاني طبق زي ده. الطبق ده خد حوالي عن كيلو وربع سكر عشان يبقى سكره مظبوط بس حلو اللهم بارك. بصوا مش قادره اقول لكم ازاي مبسوطه قد ايه بنجاح ابني ويعني فرحانه جدا وان شاء الله يعني يكون ربنا معايا احسن من كده ان انا لما ربنا يكرمه بامر الله ويكون معايا فلوس هذبح له كمان مش ان انا افرق له شربات بس حاجه على قدي بس كفايه ان انا اشجعه في وسط اصحابه واقول لهم ماما فرقت لي شربات ان انا نجحت. يعني عندي دي بالدنيا كلها وما فيها ان انا ابني مبسوط في وسط اصحابه كده وما يعني ان هو نجح بجد لان ناس كتير كانت بتقول انت مدخله الازهري عشان خاطر ما تدفعيش رسوم مدارس. العبره مش في الرسوم العبره ان انا ابني هشوف حاجه كويسه لان الازهر زي ما انتم عارفين بيطلع باقل مجموعه بتخش كليه جميله وكويسه. خد يا حبيبي روح لخالتك الخضر اللي في الوش دي اللي عند محمد الصغير يلا. فاهمين يعني حاجه عندي بالدنيا كلها وما فيها. يعني نجاح ابني ده يعني بصوا مش قادره اقول لكم ازاي مبسوطه قد ايه. مش فارق معايا الفلوس ولا فارق معايا اي حاجه ان انا مبسوطه قد ايه بعمل له. هي ممكن تكون حاجه ما كلفتنيش كتير قد كده بس عندي بالدنيا وما فيها ان انا بسطته وشجعته. هو نفسي ياكل كريب هعمل له كريب برده وانا معاكم وهوريكم هعمله ازاي لاول مره هعمله في البيت. ف يعني بصوا مش قادره اوصف لكم فرحانه قد ايه ان انا ابني نجح كده وبقى حاجه كويسه. ويعني بصوا هوريكم الدرجات بتاعته. بصوا شايفين 755 جيد جدا من اخضر. بصوا ممتاز من هنا. بصوا ممتاز 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 جايب 93% مش وحش. 85% التقدير والتقييم والاحترام الأخرى 100 من 100. بصوا تربية فنية 100 من 100 تربية رياضية 100 من 100 يعني حلو مستواه مش وحش. في الإنجليزي 81.5 من 100. 90% في العلوم والصحة. الرياضة 85. التربية الإسلامية 80 من 100. اللغة العربية 88 من 100. القرآن الكريم 77.5 من 100 مع العلم إن هو كمان ما بياخدش عند حد قرآن. فبالنسبة لي ديت الصوت طالب محمد أحمد خرخاش
فما ناجح ومنقول للصف الخامس الابتدائي. يعني بصوا الحالة المبصرة، الحالة البصرية المبصرة. بصوا، أنا بشكر شيخ المعهد الشيخ محمد السيد. بشكر المدرسين كلها، يعني بجد على مجهودهم. يعني بجد يعني دخلوا بجد اللي ما دخلش اطفاله المدرسه بجد دخلوه الازهري وانتم مطمنين قسما بالله. انا ابني ده كان بصوا كان ميح خالص. كنت كل ما اوديه درس عند المس تقول لي ابنك مش نافع، ابنك، لدرجه ان انا بصوا شديت عليه، خليت بابا شد عليه. الحمد لله دلوقتي كل المدرسين بيشكروا فيه جدا، بيقولوا مستواه ممتاز وكويس. بالنسبه اللي هو الازهري، ابني قعد 7 ايام امتحانات. يعني انتوا عارفين طفل 7 ايام وما كانش فيه يوم بيقعدوا في البيت. يعني في العام كانوا بيقعدوه يوم ويمتحن يوم، ده كان بيمتحن كل يوم. والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر ان هو جاب الدرجات الحلوه دي. فانا بالنسبه لي برده كده كمان وحش كمان بالنسبه لي، بس ان شاء الله يجيب احسن منها السنه الجايه اللي طارق. فانا عندي دي بالدنيا كلها وما فيها، يعني الحمد لله. بجد يعني ما تخليش اي حد يقول لك ابنك مش حلو في التعليم تقولي خلاص وترمي الحمول على كده. لا بجد خليكي وراه، وفهمين ان ده حلم كويس. التعليم حاجه كويسه مش حاجه وحشه. دايما بقول له انا نفسي اشوفك مهندس او دكتور. ما تقعديش تقولي للطفل انت بليد ومش عارفه ايه، لا شجعيه. لو نجحت هعمل لك كذا. انا وعدته هفرق لك شربات. قلت له نفسك فيه؟ انا نفسي اكل كريب يا ماما. قلت له هعمل لك كريب في البيت احسن من اللي بره 1000 مره. واي حاجه نفسك فيها اعملها لك، بس اللي تجيب لي درجات حلوه وكويسه. يعني الحمد لله ان درجاته دي حلوه كده. بالنسبه للي هو مستواه الازهري حلو خالص جدا. يعني الشيخ النهارده بتاع المعهد ربنا يبارك له، يديله الصحه، قال لي بجد ممتاز جدا ان هو جاب الدرجات الحلوه دي. فيعني بجد شجعوا اطفالكم وشجعوهم واعملوا لهم حاجه تبسطهم، عشان لما ينجح السنه دي يشطر ويعلى السنه الجايه يجيب درجات اعلى من كده السنه الجايه، حاجه كويسه ليه. فين الازاز اللي يروح ده الازاز. فبصوا يعني بجد حاجه كويسه والله مش قادره اقول لكم. ومع العلم بقى اللي انتم ما تتوقعوش خالص. اول مره اقولها لكم على السوشيال ميديا الحقيقه بتاعت ان محمد وعمر دولت مش اطفالي بس، اغلى من اطفالي. محمد وعمر دولت ولاد جوزي من واحده تانية، وانا بربيهم ليا 6 سنين وداخله على ال7. داخله على محمد ده كان عنده 4 سنين وعمر كان 2 سنين. مع العلم ان انا عشان بصوا مش قادره اقول لكم مبسوطه قد ايه. ان بجد تعبي مش هروح على الارض، مش هشمت فيها حد. انا مش قادره اقول لكم ان انا مبسوطه قد ايه ان انا بصور الفيديو ده. هيفرق معايا بجد لو عجب ناس كتير، لان بجد انا بعز محمد وعمر قسما بالله حرفيا اكتر من ولادي. انا معيش انا ساجده وسماح. محمد وعمر دول اخواتهم من الاب من ماما واحده تانية. بس من يوم انا ما اتجوزت باباهم. ومع العلم ان انا ما اتجوزتش قبل كده، وجوزي اكبر مني ب9 سنين، وانا من البحيره وهو من الشرقيه. هتقولي ايه اللي جابك هنا؟ النصيب. وجوزي ربنا يخليه ليا حد محترم، حد طيب، حد ربنا عوض صبري خير فيه. مع العلم متجوزه عندي 19 سنه مش كبيره، بس بجد يعني ربنا انا رضيت بنصيبي. الناس كتير قالت لي ليه تتجوزي واحد متجوز ومعاه اولاد؟ ما ده ترضوش. يعني انا بشوف منشورات على الفيسبوك واحده بتقول انا متجوزه وجوزي جايب لي ولاد وعندي. اعتبريهم ولادك بجد وعامليهم بما يرضي الله ان هم ولادك بجد وربنا هيرضيكي. انا لما ناس بتقول لي لا ما تتجوزيش واحد متجوز، رضيت. قلت لا يمكن انا ما اخلفش في الدنيا، ربنا كرمني بالولدين دولت. اللهم لك الحمد والشكر ان انا ما اعترضتش على محمد وعمر ورفضتهم. وقلت لا مش هتجوز واحد متجوز رغم ان انا بنتي بنوت مش متجوزه قبل كده. ووافقت. مع العلم ربنا رضاني في سماح في اسبوع الفرح، ربنا اكرمني بيها. فاللهم لك الحمد والشكر. يعني بصوا حاجه كويسه بجد. ما تفرقوهمش خالتك صابرين، ما تفرقوهمش بجد عن ولادكم وعاملوهم بنفس المعامله واحده. ها بصوا ما بجد قسما بالله حرفيا. انا النهارده قبل ما اروح ادي بنتي جلستها انا بعمل لساجده جلسات عشان تخاطب، عشان بنتي تعمل عمليه زرع كوكعه. فمش قادره اقول لكم ان قبل ما اروح جلسه بنتي اهتميت ان انا اروح وفرحانه جدا ان انا اشوف الدرجه بنفسي. بجد انت نجحت جبت مجموع كويس عشان الناس ما تشمتش فيا يقولوا شوفوا دخلتهم الازهري عشان خاطر ما تدفعلهمش رسوم مدارس. لا انا هوريهم وهقف قدام الناس دي كلها ان محمد وعمر ان شاء الله بفضل ربنا عليا هيكونوا حاجه كويسه اعلى من اي طفل في الدنيا.
وان شاء الله هشوفهم زمان، عايزه دكتور ومهندسين ان شاء الله، دكاتره كده. فبجد بتمنى بجد انكم انتوا تشجعوني على كده وتقفوا معايا، وبجد يعني تشجيعكم ليا ده يعني انتوا اللي هتوقفونا على رجليا بجد. ولو شفتوني وصلت لحد هنا يا ريت تصلوا على النبي. ولو ايه رأيكم، انا قناتي طبخ، لو حابين ان انا اعمل لكم قناتي يوميات احمد وبسمة يا ريت تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. قولوا لي لا كملي مطبخ بسمة ولا كملي يوميات احمد وبسمة، وانزل لكم يومياتنا كلها كل يوم بالتفاصيل. فشوفوا انتوا حابين ايه احسن حاجة واكتبوا لي في الكومنتات. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. انا حاسه ان الفيديو طويل واتكلمت كتير، بس بجد بجد انا حسيت ان كنتوا اهلي، وهحبكم لو دعمتوني في الفيديو ده بالذات. يعني بحس بجد ان انا تعبي ما راحش على الارض. والله العظيم انا بتعب كتير، مش قادره اقول لكم. انا بيجي عليا وقت ما بقاش ليا نفسي اصور عشان خاطر انتوا مش بتدعموني. يعني انا بشوف ناس، معلش مش انا مش حاقده على حد والله العظيم، بس بشوف ناس على السوشيال ميديا ما تستاهلش ان تندعم، والناس تدعمها، والناس بتبقى تدعمها اكتر من كده. يعني مع احترامي ليكم، واحد زي محمود حديده ده، يعني هو محمود حديده ده بيفيد الناس في ايه؟ ملهوش حاجه بتفيد الناس، وربنا يزيده ويبارك له. بس يعني الناس طلعته ترند على ايه؟ يعني هو عمل ايه للشعب عشان يطلع ترند؟ ولا احنا كشعب مصري اصلا بنحب نزيد في الزيت؟ اللي الناس مع احترامي ليكم ما بتحبوش الاحترام، يعني تحبوا شغل الهبل، شغل مثلا مع احترامي يعني اللي تمشي بنص الكم والكلام ده. لا انا عمري ما هوصل لكده. لو حتى قناتي مش هتكبر مش هيفرق معايا، لان انا اهم حاجه برضو ربنا سبحانه وتعالى علينا. ان انا مش عشان الفلوس ابيع نفسي وامشي بشعري وابين جسمي عشان خاطر اتشهر، لا. انا نفسي بجد اكبر بيك، ونفسي انتوا تكونوا اهلي، نفسي تكونوا انتوا كل حاجه في حياتي، وتشاركوني تقولي لي انت بتعملي ده غلط، لا ما تعملوهوش، لا اللي انت بتعمليه صح كملي فيه. قولي لي بس رايكم في الكومنتات، وان شاء الله بامر الله اكون عند حسن ظنكم. وبجد بجد انا بحبكم في الله. السلام عليكم.